كانيلو لما لاعب بيفول كان واصل لمرحلة إنه إدى الناس ثقة بزيادة، لدرجة إن الناس كلها بقت مصدقة إن كانيلو خلاص بقى فوق الكل، بيكسب أي حد يتحط قدامه. الراجل كان داخل على ديمتري بيفول في مايو 2022 وهو واثق لدرجة الاطمئنان بعد ما مسك ألقاب كتير في وزن السوبر ميدل ويت. دلوقتي طالع عشان يلاعب بيفول ويتحداه في الوزن بتاعه في اللايت هيفي ويت. بس اللي حصل في الماتش ده محدش كان متوقعه وبالشكل ده. من أول الجولات بيفول كان هادي تقيل ما بيتأثرش. كل ما كانيلو يحاول يقرب بيفول بيستقبله بسلسلة ضربات سريعة ودقيقة كمان. المدرسة السوفيتية مسيطرة على المدرسة المكسيكية. من الجولة الأولى للجولة الثالثة كده كانيلو كان عاوز يفرض نفسه، عمال يضغط بيقرب المسافة بيضرب على الجسم زي عادته، لكن بيفول كان مقفل كل حاجة بدفاع محكم جدا. ايديه شغالة زي الآلة، بيدي رد سريع على كل محاولة من كانيلو، ومع الوقت بدأ ياخد الثقة. في الجولات 4 و5 كانيلو حاول يغير الخطة، بدأ يضرب أكتر على الكتف والدراعات علشان يرهق بيفول، ودي من أساليبه اللي احنا عارفينها لما بيحس إن المنافس شادد قدامه. وفعلا كان في كذا لكمة قوية بس بيفول ما تأثرش، بالعكس ده بدأ يرد بثبات وكل ضربة منه محسوبة بالظبط. من الجولة ال7 كده بدأت الناس تحس إن إيه ده بيفول هو اللي مسك الماتش. الجولات كلها تقريبا كانت رايحة ناحيته، وفعلا بعد 12 جولة الحكام بيعلنوها فوز ديمتري بيفول بالنقط. النتيجة دي كانت صدمة كبيرة، مش لأن كانيلو وحش، لا، لكن لأن بيفول أثبت إن الذكاء والتكنيك ممكن يهزم حتى أعنف مقاتل بس لو اتنفذ صح. الماتش ده اتكتب في التاريخ كنقطة فاصلة اللي فيها كانيلو اتكسر لأول مرة بعد سنين من السيطرة، واللي فيها العالم كله بدأ يحترم اسم ديمتري بيفول. ودلوقتي وقتك عشان تبدأ انت كمان تسطر اسمك في التاريخ، وده هيحصل بإذن الله طول ما انت فاكر انك بطل قصتك.